الست المصريه برضه لما بتخش المقاومه الشعبيه بيكون ليها دور جامد جدا حتى لو دخلاها غصب عنها. هنتكلم النهارده عن واحده مش معروف اسمها. صاحب القصه ديت اسمه توفيق العزب، ده كان في 1922. توفيق العزب دوت قال لك انا لحد دلوقتي، هو كتب كده في مذكرته مش عارف اسم الست ديت، ولكن كان ليها دور كبير جدا ان هي انقذت المقاومه جامده وانقذتني انا شخصيا من الاعدام. وبيحكي كده الراجل بيقول ان هو كان من الناس او المقاومات اللي هي بتغتال الضباط الانجليز، وجه شاف كبير مهندسي السكه الحديد كان بريطاني وراح ضربه بالنار، وهو بيضربه خبط في واحده بتبيع فجل اللي هي بقى بطله قصتنا دي. فشافته، يعني كان وشها في وشه كده على مسافه 5 سم، وقالت له انت بتعمل ايه؟ قال لها يا امي ده واحد من المستعمرين. ويعني حصل بينهم حوار صغير، وخلي بالكم كلمه حصل بينهم حوار صغير ديت يعني هي عرفت شكله تمام، وقالت طب يا ابني ربنا معاكم. المهم بعد كده لما حصل التحقيق وجت الحكومه مسكت توفيق دوت من الناس المتهمين، وكانت الشاهده الوحيده اللي هم شافوا بائعه الفجل دي، ست غلبانه جدا وفقيره وحالتها بالحال يعني. جابوها وقال لها المأمور كده جاب كذا واحد منهم توفيق دوت، قال لها شاوري على اللي قتل الكبير المهندسي البريطاني. طبعا هي بصت على الكل قالت مش واحد ولا فيه ولا اي حد فيهم خالص. قال لها ازاي؟ قعدت تبص تاني وهي عارفه توفيق، وتوفيق كان بيبص في عينيها وهي رفضت. بعد كده قالوا لها طب احنا هنديكي 1000 جنيه. 1000 جنيه يا جماعه في الوقت دوت يعني كانك بتدي حد دلوقتي كده 2 3 مليون جنيه. انت متخيل حد قاعد بيبيع فجل في الشارع فقير حالته اللضا، وانت فجاه كده مجرد بس انه يشهد شهاده ان هيقول هو دوت، هتلاقي نفسه فجاه اتحول حياته بقى غني. ولكن هي رفضت. مش كده وبس، ده كمان هددوها، اقولها لو ما قلتيش احنا متاكدين وعارفين ان انت عارفه مين هو، لو ما قلتيش مين هو احنا هنعتبرك شريكه في العمليه ديت وهنقبض عليك. قالت لهم يا بيه انا ما اعرفش. جابوا لها الصور، بقت تبص على الصور وتقول ما اعرفش، وتوفيق يبص لها كده ويضحك ويبتسم، هو قد ايه فخور ان مصر في كل اللي فيها سواء فقراء او اغنياء كلهم عندهم انتماء لحبهم البلد، وكلهم بيحبوا بعض وكلهم بيحفظوا بعض ويحموا بعض. فتوفيق اول ما خرج طبعا التهمه ما ثبتش عليه، حب يدور على الست بتاعت الفجل ما لقاهاش، قعد يسال وراها عشان يشكرها، عرف ان هي رجعت بلدهم وشافها من بعيد كده، راح البلد اللي هي فيها لها قاعده برضه بتبيع فجل، يعني بتكسب مليم ولا 2 مليم، واستغنت عن الملايين اللي كانت معروضه عليها. فبيحكي بيقول ان الشعب المصري دوت يستاهل ان احنا فعلا نضحي عشانه، ولا يعرف اسمها ولا حتى اخد منها صوره عشان ينشر لها اي حاجه، ولا هي بطله، عاشت بطله والتاريخ هيفضل يذكرها بطله، واحنا كمان بنذكرها ان هي بطله من ابطال مصر العظماء. لو بتحب الفيديوهات المليانه قصص تاريخيه وحكايات كده، لف كده شويه كده تلاقي كام فيديو هيعجبك، وتابعني وهكون متشرف جدا بصداقتك عندي. السلام عليكم. مظاهره قامت في مصر انتهت بالكوميديا، الكل ضحك، المتظاهرين والجنود كل الناس ضحكت حتى اللي كانوا ميتين. تعال نشوف القصه الجميله ديت او الطريفه. كان في واحد اسمه توماس راسل، الراجل دوت كان حكمدار القاهره، والراجل دوت قبل ما يمشي كتب مذكراته كده، كان بريطاني. قال لك المصريين كانوا بيعملوا مظاهرات كتير جدا علينا، لكن المظاهره دي بالذات كان ليها كده طابع غريب. كنت انا والجنود البريطانيين في فندق كونتيننتال اللي هو بيحكي كده، وبعدين كان الجنود كلهم مع زوجاتهم ومع اسرهم، فالمصريين لقيناهم كده على غفله متجمعين عدد كبير جدا جدا، وشايلين نعش كده عليه واحد شهيد، وجايين قدام الفندق عاملين مظاهره جامده. طبعا احنا عارفين ان موضوع حرمه الميت ديت، حرمه الميت على المصريين صعبه جدا، وكان صعب ان احنا نتصرف اي تصرف لان ده كان هيسخنهم اكتر، وطبعا الضباط عندي قاعدين باسرهم وكده، فكان الموضوع كان صعب يكون في احتكاك، فكنا بنمتص غضبهم في المظاهره دي. فالمهم توماس راسل بيحكي كده حس فضل يقف كده يتكلم مع الشباب القاده بتوع الثوره والنعش كده جنبهم، فحس بحركه مش طبيعيه في النعش، وبعدين بص كده لقى طرف صباع المتوفي عمال يتحرك كده حركه بسيطه. فتوماس حس ان في خدعه بتحصل. حلو. وبعدين توماس راح مولع سيجاره، هو بيحكي كده راح مولع سيجاره وفضل يتكلم مع المتظاهرين ويلخموا، بقى يقرب سنه سنه من النعش، سنه سنه لحد ما راح خلى السيجاره بتاعته تلمس صباع الميت او الولد اللي كان عامل دور ميت دوت او شهيد كتمثيليه يعني. فجاه لقوا الولد الشهيد دوت قام يصرخ ويطلع يجري من على النعش والورد اللي عليه يقع، وراح هنا توماس ساعتها في اللحظه ديت
ضحك جامد جدا جدا، والجنود البريطانيين ضحكوا، والشباب بتوع المظاهره هم كمان ضحكوا. ففضل الشباب المظاهره انسحبوا بالراحه في حاله من الضحك والكوميديا المتبادله. ويعني بس هي الفكره كلها ان المصري دايما زي ما قال كده توماس راسل بالظبط، قال لك احنا ما شفناش يوم كويس وما شفناش نومه حلوه. كان دايما المصري قاصد يحسسنا ان احنا مستعمرين، وكان دايما بيعملوا مقاومات شعبيه، وكان دايما بيوقعوا مننا ضباط كتير جدا. لو حابب تسمع حكايات مصريه لف لفه كده في القناه هنا، هتلاقي فيديوهات كتيره جدا. تابعني وهتشرف جدا بصداقتك. مع السلامه. تعال شوف التجربه العلميه اللي حصلت ديت. جه واحد من علماء النباتات جاب زهرتين من نفس النوع بالظبط، وحط دي في حوض ودي في حوض، نفس البيئه بالظبط، بس كل واحده في حوض لوحدها. بقى خلى النبات الاول يسمع كل يوم مزيكا، تمام، مزيكا حلوه جدا. يقعد قدام النبات يقول لها انت زهره جميله، انت ريحتك تحفه، انت احلى زهره في الدنيا كلها. وقعد كل يوم اول ما يقعد قدام الزهره ديت يقول لها كلام حلو جدا جدا ويسمعها مزيكا. بعد كده يروح الاوضه الثانيه في نفس الزهره اللي في نفس التوقيت، يشغل موسيقى حزينه قوي قوي، ويقعد يقول للزهره ايه، انت سيئه، انت فاشله، انت مش عارفه استفاد منك، انت ازاي مالكيش ريحه، انت ليه لونك باهت كده، انت مش. وقعد ايه على مدار 14 يوم. دي التجربه بتاعته بالظبط. فبيقول لك بعد 14 يوم كل يوم يكرر نفس اللي حصل ده. فالراجل بيقول لك بعد 14 يوم بالظبط لقى الزهره اللي هي بيقول لها كلام حلو لونها مزهزه، حجمها كبير، فروعها طولت اطول، وشكلها وريحتها حلوه. راح للزهره الثانيه، بص لقاها دبلانه، ورقها مش مفرود، قصيره شويه، حالتها كده ايه، كانها ايه يعني مش متغذيه، مع ان الاثنين كانوا بياخدوا نفس السماد، والاثنين كانوا في نفس البيئه، والاثنين كانوا في نفس الرعايه. الاختلاف الوحيد ان دي كان بيتقال لها كلام حلو، والتانيه كان بيتقال لها كلام وحش. هو النبات بيسمع وبيحس، ما بالك بقى بالانسان، ما بالك بالبني ادم اللي معاك لما تقعد تدعمه وتشجعه وتقول له دايما كلام حلو، او لما تمسكه تقعد دايما تكسر فيه وتلغي في مواهبه وتقول له انت فاشل وما بشوفش منك حاجه حلوه ولا حاجه عدله. فاحنا اللي بنصنع نجاح بعض، ولينا دور كبير جدا جدا في ان احنا نوصل بعض لمراحل حلوه جدا، او نوصل بعض للانهيار. يعني هو يا عم جد الله انت مش لاقي غير مراتك اللي تستخدمها عشان تلخم الجندي وتروح تقتل الضابط؟ ينفع كده يا عم جد الله؟ تعال بس نشوف عم جد الله عمل ايه بالظبط. الكلام اللي احكيه دوت كان في ثوره 1919، وفي الوقت دوت كان في مقاومات شعبيه مصريه كتير جدا. يعني كل شارع وكل حاره بتلاقي في مجموعه كده عاملين مقاومه شعبيه، وكانت بتوصل ل5 ل6، اوقات كانت بتوصل ل20. بورسعيد كان ساعات المقاومه توصل ل 300 400 واحد واحده. كان اهداف المقاومه ديت ان هم ما يخلوش المستعمر يرتاح في بلدنا، وان دايما يبقى مهدد، ومعروف كده ان هو دايما نفكره ان دي مش بلدك وانت جاي على حق ولادها. فكانوا يخطفوا ضابط، يخطفوا عسكري، يعملوا عمليه. المهم عم جد الله دوت كان شغال في السكه الحديد في مصر. الراجل كان اسمه الاسطى جد الله. راح حج، ومن بعد ما حج قال لهم يا جماعه ما حدش بعد كده ينده لي يقول لي ايه يا اسطى جد الله، اللي ينده لي يقول لي يا حاج جد الله، واتشهر بالاسم ده. وحاج جد الله كان زعيم مقاومه شعبيه، وعلى فكره الزعماء ما كانوش معروفين قوي، كانوا في الديره كده. المهم ايه، سمع ان في ضابط بريطاني جاي في اليوم الفلاني في محطه مصر. قال لك بس انا لازم الضابط دوت ما اخلوش اول ما رجله تلمس مصر انشه على طول بالرصاص. طيب، وقرر فعلا وعرف الميعاد وكل حاجه وجهز كل حاجه وراح. اول ما راح الصبح كده بص لقى ايه، لقى يا عيني في جندي مصري غلبان ماشي مع الضابط البريطاني دوت. فقال لك انا لو قتلت الضابط، لو ضربت رصاص، ما هو طبعا هو مش هيضرب رصاص، هم مش قناصه، خلي بالكم، هو بيمسك البندقيه كده بيضرب 3 4 رصاص دب 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 لحد ما تيجي في الضابط. فقال لك اكيد 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 هتيجي في الجندي المصري. طيب الراجل ده غلبان، الجندي المصري ده ابن بلدنا وما ينفعش مصر يضرب على مصر، بس في نفس الوقت عايز ينفذ العمليه دي. فجات له فكره بقى. مراته كانت حامل في الشهر السادس. بصوا بقى الدماغ المصري لما تفكر وتستغل الستات المصريه الشجعان. قال لها تعالى انا عايزك في عمليه. قالت له خير يا عم جد الله. قال لها الحكايه كذا كذا كذا. قالت له طب وانا هعمل ايه؟ قال لها بصي انت باين على بطني كده ان هي كبيره، وانت ست حامل ومعروفه، هتمشي جنب الجندي المصري وهتقولي له لو سمحت ممكن تاخد بايدي وتعديني. الجندي المصري بطبيعته اول ما يشوف حد محتاج مساعده هياخد بايدك ويعديكي. مجرد بس ما بعد 5 أو 6 متر عن الضابط البريطاني هنش الضابط البريطاني. قالت له يلا وانا موافقه. هنا عم جد الله او الحاج جد الله
عارف طباع المصريين وعارف ان المصريين لو حد طلب منهم حاجه مش هيتاخر. فالمهم فعلا جت خدها وطلع على طول على محطه القطر، وهي شاور لها. فاول ما شافت الجندي المصري جت جنبه كده قالت له ممكن يا كابتن بس يا استاذ تعديني لحسن انا لوحدي مش قادر امشي. قال لها عينيا طبعا، وراح خدها وعداها. مجرد ما بعد عنها مجرد ما بعد عن الضابط البريطاني 10 متر اللي حصل؟ الحاج جد الله طخ الضابط البريطاني. وكانت دي عمليه من عمليات المقاومه الشعبيه اللي كانت دايما يعني صوت صارخ كده في اذان المستعمر يقول له خلي بالك انت مش في بلدك، مش هتلاقي نعيم ولا هتلاقي هدوء. لو بتحب الفيديوهات ديت وبتحبوا الحكايات المصريه الشعبيه، خد لفه جامده كده في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير جدا. وهكون مبسوط جدا لو تابعتني وشرفتني بصداقتك. السلام عليكم. ولي مصري عاش حياته كلها يهز في كتافه، عاده، بس هي ما كانتش عاده. الراجل دوت في مره من المرات كده اول ما مسك حكم مصر كان قاعد كده في قعده حلوه كده جايبين فيها ايه، ناس بنات بترقص وحاجات خمره والكلام اللي انتوا عارفينه بتاع زمان دوت. كان اسمه كافور. كافور ده كان قصير كده واسمر وكان سم يعني. المهم كافور كده هو قاعد كده شاف ايه، واحده عماله ترقص، فمع الموسيقى مع كده هو نسي نفسه ونسي ان هو والي اصلا، وبدا ايه يهز في كتافه وخلاص بقى عاش الدور وركب المود بقى. المهم هو بيعمل كده فجاه لقى ايه، لقى كل اللي حواليه اللي هم كبارات البلد بقى عمالين يبصوا عليه كده بصه مش حلوه. قال لي يا نهار ابيض، ده شكلهم يقول عليا ان انا راجل هلاس. فقال لهم بس كفايه رقص، وقفوا كل حاجه، يلا بقى نشوف شؤون البلد. تمام. وقعد كده وهو بيتكلم بقى عمال يعمل كده. فهم استغربوا قالوا له في ايه؟ قال لهم اصل دي عاده عندي من وانا طفل، طول ما انا قاعد بقعد اعمل كتافي كده. وفضل عم كافور ده لحد اخر يوم في موته، فضل عايش دايما يعمل كده كل شويه علشان يبين ان دي لازمه وان هو ينقذ موقف عدى عليه دقيقه. فكان كافور دوت من الولاه اللي هم كانوا صعبين قوي يعني، صعبين جدا. ممكن ابقى احكي لكم عنه شويه وعن قراراته الغريبه اللي مصر شافتها على ايده. ماشي، لو بتحب انت الحواديت الجميله دي بتاعت مصر هتلاقي كده كام فيديو هيعجبك عندي في القناه، هتشرف جدا بصداقتك. السلام عليكم. في اوائل الستينات حصلت حادثه غريبه جدا في مصر خلت الشعب المصري كله يموت على نفسه من الضحك. انت كمان لما تسمع الحادثه ديت هتخلص الفيديو وهتكمله ضحك. سنه 1960 حصل حاجه اسمها هروب جماعي لمستشفى المجانين اللي في العباسيه. وصحي الصبح كده لقوا مفيش ولا مجنون في المستشفى. طبعا كان في خلل امني في الحراسه. المهم اللي حصل الناس هربت. فالمدير التنفيذي للمستشفى ساعتها كان اسمه الدكتور جمال ماضي ابو العزايم. دكتور جمال ماضي ابو العزايم في الستينات كان هو اللي ماسك المستشفى ديت. وقال للممرضين والمساعدين ما تقلقوش، انا هعرف ارجع لكم المجانين تاني من شوارع العباسيه والقاهره. راح مسك صفاره وقال انا هصفر واقول توت توت وانتوا تمشوا ورايا تركبوا القطر وهنلف شوارع القاهره. طبعا الكلام دوت الصحافه كلها كتبت عنه، يعني دخلت بحثت هتلاقوا ان الحادثه دي حقيقيه حصلت. والدكتور جمال الماضي عمل برضو الموضوع دوت ومسك الصفاره وبدا يمشي في الشارع. فكل ما يقول توت توت مين هيركب القطر فالناس كلها ايه تركب القطر، وقعد يلم المجانين كلهم. ولما رجعوا من المستشفى قال لهم يلا بقى عدوا لي عدد المجانين. اللي هرب كان 214 مجنون. الغريبه بقى والمفاجاه ان لما جم يعد الناس اللي ركبت القطر ودخلت المستشفى طلعوا 618. انت متخيل؟ لموا 618 مجنون مع ان اللي هرب وقتها كان 214. ودي كانت حادثه شهيره جدا في مصر الكل اتكلم عنها ولحد النهارده هتلاقيها موجوده في السجلات. لو بتحب القصص الغريبه والحاجات الواقعيه ديت تابعني وهتشوف حاجات جميله جدا. السلام عليكم. كان في قريه ما لشعب ما عندهم مشكله ما. عباره عن ايه المشكله دي بقى؟ حفره كبيره كده كل اللي يمشي من اهل البلد يقع فيها على ما يطلبوا الاسعاف، والاسعاف تيجي وتشيله ويروح المستشفى يكون اخينا ولا اختنا اللي وقعت ديت ماتت. المهم الحفره بلعت ناس كتير قوي. فهنا العمده قرر بقى يجيب اعيان البلد ويقعدوا ويشوفوا لازم نحل المشكله الكبيره اللي عماله تبلع في رجاله وستات واطفال بلدنا دي. عملوا مجلس حلو كده على مستوى القاعده وكله قاعد يفكر. فجه واحد قال احنا لازم نجيب عربيه اسعاف جنب الحفره علشان اللي يقع ونطلعه تبقى العربيه جنبنا ناخده نوديه المستشفى على طول. واحد تاني قال لا بس ايه رايكم لو احنا عملنا حبال وسلالم ربطناها في الحفره عشان اللي يقع ننزل بسرعه ننقذه ونطلع بيه. جه واحد تالت قال يا جماعه بصوا، طب ما احنا على ما نطلعه من تحت ونركبه العربيه ويروح المستشفى ما هيكون مات. احنا نعمل مستشفى جنب الحفره، نبني مستشفى كبيره جنب الحفره، اللي يقع نطلعه ندخله المستشفى ويبقى احنا كده وفرنا عربيه الاسعاف. طبعا ده كانت فكره ذكيه وكل سقف له كل حاجه. دخل واحد غريب من على المدينه
شكله كده مش شبههم. قال لهم يا جماعه اللي بتحكوه دوت. طبعا بعد ما سمع الاقتراحات وكل ده وقال لهم ايه، طب ما انا عندي فكره. قالوا قول. ما نردم الحفره. هو اول ما قال نردم الحفره ولقى العمده قام وقف وكل الاعيان قامت وقفت والعيال وكله بصوا له كده، فحس ان هو غلط فيهم. قالوا له ازاي نردم الحفره؟ فلما حب يلم نفسه بسرعه قال لهم احنا نردم الحفره هنا ونروح نعمل حفره شبهها بالظبط جنب المستشفى. هنا قالوا انت كده بتتكلم صح، كده احنا وفرنا فعلا. الحفره دي يا جماعه عباره عن معتقدات وتقاليد احنا وارثينها وراسخه في دماغنا، رغم ان هي بتضرنا وشايفين ان هي بتضرنا لكننا متمسكين بيها. مش كده وبس، ده كمان اللي بيجي ناحيتها ممكن ناكله بسناننا. اتمنى تكون رساله الفيديو وصلت وما نكونش ضحكنا عليها وخلاص على كده، لان دي لو طبقناها على حياتنا هنكتشف حاجات كتيره بنعملها يوميا متعودين عليها ومرعبه. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم. لعنه الفراعنه كانت حقيقه، وكان كل هدفها ان هي تحمي ذهب الموتى من اللصوص العمال. تعالوا بقى كده احكي لكم على اول عمليه سرقه حصلت، وهل لعنه الفراعنه حقيقيه ولا طلعت في شنك. مبدئيا كده لازم تعرفوا ان حياه العمال والحرفيين زمان كانت حياه احسن اقتصاديا من حياه الفلاح. ولما نقول عمال الموتى يعني عد بقى معاك كام حرفه. عندك الصناعيه والنحاسين وبتوع الفضه وبتوع الذهب والرسامين والنحاتين. زيد على ده كمان بيكون في فريق طبي ده عشان يحنط الجثه. وعندك كمان بعض الكهنه اللي بيعملوا حاجه اسمها بقى ايه، لعنه الفراعنه. اللعنه دي اللي بتحمي كل الذهب والحاجات دي كلها من السرقه. يعني الموضوع كان كبير قوي في الوقت دوت. تقدر تقول كده ان عمال تجهيز الموتى دولت كانوا هم الطبقه العليا في الموظفين المدلعين اقتصاديا وماديا. لكن الوضع دوت ما طولش كتير وزاد سوء اقتصاديا في عهد رمسيس الثالث، الراجل اللي كان مهتم جدا ان هو يصرف على المعابد، خصوصا معبد امون. لدرجه يا جماعه ان هو كان بياخد فلوس من الشعب ويفرض عليهم ضرائب زياده عشان يحطها في خزاين معبد امون. يعني بالبلدي كده كان بياخد من الناس الغلابه ويدي الكهنه بتوعه. وده اللي خلاهم ياخدوا كلهم قرار جماعي ويتلموا مع بعض كده ويطلعوا على المكاتب ويقدموا شكوى. كتبوا فيها بقى: ليست لدينا اقمشه ولا زيت ولا سمك ولا خضار. ارسلوا الى فرعون مولانا الطيب بذلك، وارسلوا الى سيدنا الوزير حتى تكون هناك وسيله لمعونتنا على ان نعيش. لكن للاسف كان في عمال نفوسها ضعيفه، تقريبا 7 من العمال الجوع قرص عليهم جامد جدا، وبقى غصب عنهم يشوفوا الذهب والاحجار الكريمه بتدفن مع الموتى في الارض وبيوتهم فاضيه ما فيهاش ولا اي حاجه. فخدوا قرار خطير جدا ان هم يسرقوا مقبره من احد المقابر الملكيه. وبطريقه عجيبه قدروا ان هم يخشوا المقبره دي عن طريق سرداب مقابل من الجهه الاخرى. كان السرداب ده لسه مبني جديد. المهم يا جماعه دولت اول ما دخلوا شافوا قدامهم التابوت، شالوا الغطا لقوا صندوق خشبي مغطى بالذهب بالكامل. قرروا ان هم ياخدوا. ما تعرفش ايه اللي حصل اول ما حطوا ايديهم على الذهب، قلبهم اترعب وبقوا خايفين بطريقه غريبه جدا لما افتكروا ان ممكن اللعنات تصيبهم، لان هم كانوا بيشوفوا وقتها الكهنه وهم بيصلوا علشان يجهزوا اللعنات ديت. والعبارات المنقوشه اللي كانت بتقول: كل من يعتدي على سكني أو يحطم غرفة دفني أو يسحب جثتي فإن قارع سوف تعاقبه، وسوف لا يورث أملاكه إلى أولاده، وسوف لا يكون قلبه سعيدا في الحياة، وسوف لا يلقي ماء في الجبانة، وسيبدأ روحه إلى الأبد. طبعا أول ما افتكروا الكلام ده وقروه ففكروا إن هم يهربوا ويسيبوا كل حاجة، لولا إن هم افتكروا إن ولادهم سايبينهم في البيوت جعانة. فكملوا السرقة، وتقريبا كده أصابتهم حالة من الكآبة شديدة لدرجة إن وقفوا يبكوا جامد من كتر الحزن ويصلوا إن الآلهة تغفر لهم عن جريمتهم ديت اللي بيعملوها غصب عنهم. وبعد كده قلبهم استقووا وقرروا إن هم يسرقوا المقبرة فعلا. خدوا كل حاجة في المقبرة لدرجة إن هم فتحوا التابوت وطلعوا الموميا وخدوا التاج على راسها، وكمان قطعوا حتت عشان ياخدوا الخواتم وكل الأحجار الكريمة اللي موجودة في الموميا ديت. وهم خارجين بقى قرروا ان هم يحرقوا المقبرة علشان ما يسيبوش اي اثر ليهم. وفعلا حرقوا المقبرة وخرجوا بكل المسروقات ديت علشان يوزعوها على بعض. لكن اختلفوا على التقسيمة وقامت بينهم خناقة كبيرة. ما تعرفش ايه اللي حصل، فجأة لقوا الشرطة واقفة فوق دماغهم. الشرطة بقى عملت معاهم عقاب شديد جدا، قبضت عليهم كلهم وراحوا للوزير شخصيا علشان يحاكمهم. في الوقت ده يا جماعة القضاء المصري ما كانش عنده حاجة اسمها محامين،
فكان المتهم هو اللي بيدافع عن نفسه. العمال طبعا أنكروا الجريمة بتاعتهم، لكن لما تمارس عليهم بعض العذابات القاسية جدا بدأوا يعترفوا بكل جرائمهم، اللي كانت الجريمة ديت من أشد وأخطر الجرائم في مصر في الوقت دوت، إنك تسرق كل ممتلكات مقبرة أحد الملوك. وطبعا اتحكم عليهم بالإعدام، بس مش هقدر أحكي هم إزاي اتعدموا، لأن تم إعدامهم بوسائل قاسية جدا مهينة للكرامة قبل ما تكون مهينة للجسد. وبعد ما ماتوا اتدفنوا برضه بطريقة ما فيهاش أي الكرامة. مراتاتهم وقرايبهم اتشردوا، وأسرهم عاشوا تعساء إلى الأبد، وكأني اللعنة اللي قروها اتحققت فيهم وفي ولادهم. ومن وقتها طلع إشاعات كتير إن في لعنة الفراعنة إن هي حقيقية، ومن هنا بدأ المصري المغلوب على أمره يصدق أي إشاعة ويصدق أي حاجة تطلع لتهديد سلام. بكده انتهت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وأحكي لكم حكايات تاني عن أجدادنا المصريين القدماء. السلام عليكم. لما احنا النهاردة مش هنتكلم عن كتب تاريخ، النهاردة هنتكلم عن قصة كان طلبها مني أصدقاء ليا من بغداد والعراق. علشان كده جبت لكم قصة مشهورة جدا في التراث البغدادي، هي قصة طريفة قوي. بتتكلم عن واحد اسمه عصفور ومراته اسمها جرادة. عم عصفور وجرادة كان شغال اسكافي، وجرادة كانت دايما متمردة على عيشتها ونفسها تبقى غنية. راحت في يوم السوق ولقت ست غنية جدا ماشية لابسة ذهب ووراها خدم كده وجواري، وقالت هي الست دي جوزها بيشتغل ايه؟ فقالوا لها الست دي جوزها شغال منجم. يعني ايه منجم؟ يعني بيقرا الطالع وبيعرف الحاجات المفقودة وبيقرا المستقبل، عشان كده جوزها غني. هي كمان حطت دماغها قالت واشمعنى عصفور جوزي ما يبقاش منجم، وحطت الموضوع في دماغها وروحت البيت ضربة بوز. وعم عصفور رجع من شغله لقى ست جرادة قاعدة ضربة البوز. قال لها يا جرادة مالك ضربة بوز ليه؟ قالت له اسمع يا عصفور، سيبك من مهنة الاسكافي اللي مخلينا فقرا ديت واشتغل في التنجيم، انا عايزاك منجم. قال لها يا ست ازاي، ده علم وليه دراسة وبتاع. قالت له معرفش، يا تشتغل منجم يا سيب لك البيت وامشي. من كتر حبه في مراته فراح سمع كلام مراته وقال لها خلاص يا ستي، من بكره الصبح انا هنزل السوق واقعد مع المنجمين. صحي تاني يوم الصبح لقى الست محضره له كتب كتيره كده قديمه وشكلها كده الجلد اللي هي المقطعه ديت، وجايبه له حته سجاده عشان يقعد عليها في السوق. يعني الست محضره نفسها. راح عم عصفور خد الكتب القديمه واتكسف يقعد جنب المنجمين الكبار، فخد زاويه على جنب كده لوحده كده في حته ضلمه وقعد واستنى نصيبه. من حظه ان اليوم دوت كان مرات الملك نازله السوق وكانت حامل، فاضل لها كام يوم وتولد. كانت نازله تدور على واحد من المنجمين علشان يبشرها اللي في بطنها ده ولد ولا بنت. دخلت عند السوق بتاع المنجمين ولقيت عم عصفور قاعد لوحده، فلفت نظرها وراحت له قالت له تعالى يا منجم انت، دلوقتي انا بطني فيها يا ولد يا بنت، تقدر تقول لي انا هجيب ايه؟ طبعا عصفور قال لك بس انا كده نهايتي جت، انا يوم ما ربنا يكرمني في اول زبونه تطلع مرات الملك، طب اعمل ايه؟ انا هديها اجابه بين البنين. قال لها بص يا ست، انت بطنك ديت فيها ولد وبنت. فاستغربت ومشيت ورجع لمراته وقال لها يا جراده يا جراده، ده انا من حظ النيله اول زبون وقع كان مرات الملك. قالت له انت عملت ايه يا عصفور؟ كذا كذا كذا. قالت طب اطمن، لو جابت ولد يبقى انت كده نص النبوه بتاعتك اتحققت، ولو بنت يبقى برضه نص النبوه بتاعتك اتحققت، فما تقلقش. المهم يصادف ان مرات الملك تجيب ولد وبنت، فراحت حبت تدور على العصفور عشان تكافئه لحد ما لقيته وراحت مدياله 1000 دينار. عصفور شاف ال1000 دينار كده جاله حالة من حالات الجنان ورجع لجرادة يجري، يا جرادة احنا بقينا من الأغنياء، حصل كذا كذا كذا. وجرادة فرحت قالت له بس احنا كده لازم تكمل في الموضوع دوت. قال لا انا بقول كفايه على كده وناخد ال1000 دينار وكفايه قوي. قالت لا كمل الموضوع حلو. المهم جه في يوم من الايام الملك وهو في القصر بتاعه كان لابس خاتم فيه فص غالي قوي عليه. الفص دوت وقع منه ومين بلعه؟ كانت في بطه واقفه كده راحت بلعت الفص. اللي شاف الموضوع دوت واحد من الحراس راح سكت وقال انا مش هجيب سيره خالص، لما الملك يدور والموضوع يهدى ابقى اخد انا البطه ديت اذبحها واخد الفص ده. المهم الملك حزن جدا على الفص وشار على زوجته، قالت له انزل سوق المنجمين في واحد اسمه عم عصفور هو هيعرف لك الفص ده فين بالظبط. فالملك ماشي راح لكل المنجمين وجاب عم عصفور. طبعا عصفور لما سمع ان الملك عايزه ركبه خبطت ودمه نشف وقعد يصرخ انا ما اعرفش حاجه انا مش عارف ايه. وكل ما بيقول انا ما اعرفش حاجه وماليش في كده كل ما الملك يتمسك بيه ويعرف ان هو بيعمل اخلاء للذات. فالمهم قال له اسمع يا عصفور، انت لو ما جبتليش الخاتم ده الفص دوت هتعدم انت وكل المنجمين. فعصفور عرف ان دي نهايته وراح فعلا القصر
وهو داخل القصر الملك كان بيحب يعمل رسومات كده الحيوانات وبجعة وبطة وفيل على الحيطان. فعصفور عجبه شكل بطة، وقف يتفرج على البطة كده ويتأمل. مين شافه؟ الحارس أول ما لقى عم عصفور واقف عمال يبص على البطة، فالحارس من جواه خاف، لأن عارف إن عصفور دوت هو اللي تنبأ إن مرات الملك هتولد ولد وبنت. قال لك بس ده عصفور ده مش سهل وشكله هيفضحني. راح الحارس جاب عصفور كده على جنب، قال له عم عصفور بص أنا عايز أعترف لك على حاجة، بس أرجوك ما تقولش للملك. قال له قول يا ابني في إيه؟ قال له بصراحة الفص بتاع الملك البطة هي اللي بلعته، وأنا كنت مستني يعدي يومين 3 الموضوع يهدى وأذبح البطة وآخد الفص. فعصفور لما شاف كده قال له طيب كويس ان انت قلت لي، لحسن ده انا كنت هفضحك وكنت هتعدم، سيبني بقى احل الموضوع بمزاجي. يعني عصفور ده راجل مرزق. فالمهم دخل عصفور عند الملك، لقى كل المنجمين قاعدين، المنجمين كلهم بيكرهوا عصفور لان عارفين ان عصفور دوت جاهل وملوش في اي حاجه خالص وبتيجي معاه ايه بالصدف. فقال للملك بص انا اعمل لي كل اللي حصل بالظبط، عايزك تقف عند الحمام بتاع القصر دوت وتغسل وشك والخاتم معاك وتعدي لي كل الحيوانات اللي موجودين في القصر. طبعا الناس ضحكت عليه واستغربوا عليه، فالملك نفذ الكلام وطلع وعدى الحيوانات. فجت البطه وهي معديه، قال له يا ملك خلي بالك البطه ديت مش مظبوطه وشكلها هي اللي بلعت الفص. طبعا كل الناس ضحكت والملك ضحك، قال له ازاي يا عم عصفور هتبلع الفص ازاي؟ وبعدين البطه دي انا بحبها. قال له افتح بطنها واعدمها وهتلاقي الفص. فالملك استغرب، قال له بس على شرط، لو الفص طلع مش في البطه انا هعدمك. فعم عصفور قال له ايه؟ انا متاكد. طبعا الملك فتح البطه وطلع منها الفص، ومن هنا ادى عصفور 10,000 دينار. طبعا قدام كل المنجمين عصفور صيته عالي جدا. رجع لمراته جراده، قال لها يا جراده يا جراده ده حصل كذا 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 كذا. قالت لي يا ده احنا ربنا بيحبنا وبقينا اغنياء جدا جدا. قال لها بص بقى يا جراده، تعالى انا وانت نهرب من المدينه دي، لان مش كل مره هتسلم الجره، ولو حصل وتعرف ان انا مخادع وكذاب هتعدم. قالت له ماشي، وراح خد عصفور جراده مراته وهربوا ايه بره المدينه. فالمنجمين لما عرفوا كده راحوا للملك وقالوا له ان عصفور ده نصاب وحرامي وطلع مخادع كبير جدا جدا جدا. فالملك قال لهم طب هاتوا لي عصفور واحنا هنعمل عليه لعبه ونشوف مين اللي كذاب، انا ولا انتوا. قعدوا يدوروا على العصفور وجابوه فعلا من المكان اللي هرب منه ودخل. فالملك عمل خدعه على كل المنجمين مش عصفور بس. ايه الخدعه اللي عملها؟ كان عنده جراده بيحبها في القصر، هو بيحب الجراد قوي. فالمهم ايه، مسك جراده وراح قفل على ايديه كده ودخل على المنجمين. قال لهم ايه؟ قال لهم دلوقتي اللي هيعرف ايدي فيها ايه يبقى منجم حقيقي، واللي مش هيعرف اللي في ايدي دوت هيتعدم على طول. فالمنجمين قعدوا يقولوا ايه، ايدك فيها خاتم، لا يعدم. يجي واحد تاني ايدك فيها مش عارف فضه كذا كذا كذا. محدش في دماغه تصور ان ايده ايه فيها جراد، لحد ما جه عصفور قال له يا عصفور قول لي بقى ايدي فيها ايه. طبعا عصفور عارف ان هو هيروح في 60 دهته، وقال له يا جلاله الملك انا عايز اعترف لك. قال له قول لي عصفور. قال له لولا جراده، هو قصده جراده على مراته، لولا جراده ما كنتش انا وقفت في الموقف ده قدامك. الملك اول ما سمع كده وفتح ايده قال له انا فعلا ايدي فيها ايه جراده، وراح كافئ عصفور وخلاه ساعتها شيخ المنجمين وبقى من اعيان البلد في الوقت ده. ودي كانت قصه مشهوره جدا في التراث البغدادي اللي الناس كلها بتحب تقراه، وانا بصفه شخصيه قريت قصص كتيره قوي هبقى ابعتها لكم. السلام عليكم. لما جت الحمله الفرنسيه لمصر، المصريين زي ما كان فيهم ناس جدعان قوي 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 وشرفاء وكانوا بيموتوا في سبيل شرفهم، كان في ناس برضو بيبيعوا شرفهم علشان يعيشوا. هكلم معاكم عن واحده اسمها زينب البكري. كان عندها 18 سنه، اتوصفت وقتها ان هي من اجمل بنات مصر. كان ابوها الشيخ البكري دوت كان راجل يعني ما كانش تمام قوي، كان معروف ان هو عايز يعمل اي حاجه علشان يكسب رضا نابليون بونابرت. مع ان سبحان الله عم نابليون نفسه اول ما جه مصر قعد يقول لك انا عايز اشارك مصر في كل احتفالاتهم، ده لدرجه ان هو دخل الجامع وصلى معاهم علشان المصريين يحبوه. فالمهم الراجل البكري دوت راح قدم له بنته وقال له انا بنتي في خدمتك. طبعا يعني ده الكلام المشاع، لكن في خدمتك احنا كلنا فاهمين قصدهم ايه. نابليون اول ما شاف البنت اعجب بيها جدا جدا. بنت اسمها زينب وجميله وعاقله كده، ويعني كان اي حد يتمناها. زينب اول ما شافت نابليون فرحت ان هي تبقى ايه مع راجل، ده كان راجل كبير وكان راجل له سلطه، وهو تقريبا المسؤول عن الحمله الفرنسيه في مصر.
عاشت معاه سنة سنتين، الحملة كلها ما كملتش مصر 3 سنين أو 4 سنين، لحد ما نابليون مشي. أول ما نابليون مشي والحملة الفرنسية فشلت، إيه اللي حصل؟ المصريين بدأوا في مرحلة الحساب. تعالى مين اللي كان معانا ومين اللي باع بلده لنابليون، وكان أولهم الشيخ البكر ده. جابوه قال له تعالى يا جدع انت بنتك سلمتها لنابليون. فراح الشيخ البكر عمل حاجة ايه بقى مش لذيذة، قال انا ماليش دعوة، البنت هي اللي خرجت عن طوعي وراحت له، يعني من الاخر كده باع بنته. فقالوا له طب احنا في الحالة دي نحكم عليها بايه؟ قال لهم احكموا عليها بالاعدام. وطبعا نفذوا الحكم فيها. بعد ما نفذوا الحكم فيها واعدموها وهي كان عندها 18 سنة في الوقت دوت، ماتت سنة 1801 تقريبا اواخر السنة دي. بعد ما نفذوا فيها حكم الاعدام راحوا مسكوا الشيخ البكري طردوه من منزله، والراجل بقى متسول. يعني اخر حاجه كتبت عنه ان هو قعد 3-4 سنين في الشارع كده لحد ما ايه مات هو كمان. نطلع بقصص كتيره من الثوره ومن الحمله، ان في ناس كتير زي ما قلت لكم كانوا بيبيعوا شرفهم عشان يعيشوا، وفي ناس رفضوا ان هم يعيشوا علشان يحافظوا على شرفهم، ودي كانت اغلبيه المصريين. اشوفكم في حلقه جديده مع قصه جديده. السلام عليكم. سنة 1882 كان عندنا واحد اسمه عباس حلمي الثاني. الراجل ده كان جميل جدا ومحبوب، والتاريخ شهد له بشوية مواقف جميلة جدا، منهم الموقف اللي هحكيه معاكم دلوقتي. وهو لما حب يعمل كوبري يربط بين وسط القاهرة وإمبابة. إمبابة في الوقت دوت كان عبارة عن أرياف وفلاحين، فكان الناس المصريين الفلاحين الغلابة بيزرعوا الزرع بتاعهم وييجوا يبيعوه في شوارع القاهرة. المهم الراجل قال لك أنا هعمل مركب، لا هعمل كوبري، هيعمل كوبري يربط بين إمبابة وبين شوارع القاهرة. الكوبري ده موجود لحد دلوقتي اسمه كوبري إمبابة. وهعمل حاجة اسمها ضريبة الكوبري، يعني اللي هيمشي على الكوبري دوت هيدفع 2 مليم. بعد ما الكوبري اتبنى اتفاجئ ان المصريين عايزين يوفروا، والراجل بدل ما يدفع 2 مليم قال لك لا، ده انا همشي من تحت الكوبري في مراكب صغننه كده كانت بتنقلهم، بس كانت بتنقل النفر بمليم، فكان الراجل بيوفر مليم وينقل بضاعته. المهم طبعا المصريين بعد فتره حصل ان في مركب كان عليها حوالي حاجه و60 مصري، للاسف المركب دي غرقت وكلهم ماتوا. عم عباس حلمي لما سمع الكلام دوت وسال ايه السبب، قالوا له عشان المصري يوفر مليم واحد، لان لو طلع من فوق الكوبري هيدفع 2 مليم. طبعا لما عرف كده وحس ان ممكن حياه مصر تضيع علشان مليم واحد، فلغى موضوع الضريبه وخلى ان اللي يمشي على الكوبري مجانا بدون اي فلوس، لان حرام واحد يضحي بعمره علشان يوفر حاجه ليه او لقوت عياله. ودي من المواقف الجميله اللي بنشهدها للراجل العظيم عباس حلمي الثاني. لو بتحبوا الحكايات ديت استنوني وهتشوفوا حكايات احسن من كده بكتير وهتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم. سعاد حسني ان الدنيا كلها كانت بتدوخ وراها وعايزين يحبوها، هي حبت واحد ولكن حبته بالطريقه اللي هي عايزاها. كان ابوها الروحي السيد صلاح جاهين، الشاعر الكبير والمحبوب اللي كلنا بنحبه. الراجل دوت كان بالنسبه لها اخوها وصديقها وابوها الروحي، اي مشكله عندها كانت بتروح له، لحد ما هو نفسه سبب لها مشكله كبيره قوي. عمنا تعب ودخل في غيبوبه كبيره جدا، وده سبب عند ست سعاد حاله كده من الفقدان رهيبه. بقت تروح له كل يوم المستشفى وهو في غيبوبه، تيجي كده عند ودنه وتقول له ما تمشيش يا صلاح. قعد الوضع ده كتير لحد ما جت في يوم وهي رايحه له قالوا لها احنا اسفين عم صلاح تعيش انت. دخلت بقى في حاله من الاكتئاب شديده جدا وما قدرتش تتمالك نفسها، وتقريبا كده بيقال ان هي قعدت فتره كبيره ما تمثلش او تشتغل، لحد ما طلبت ان هي تعمل اغنيه مخصوص ليها اسمها لحظه سجودي. اللي كتب كلمات الاغنيه ديت كان بهاء جاهين اللي هو ابن صلاح جاهين، واتلحنت الاغنيه لكن للاسف ما اتسجلتش، لكن في نسخه هتلاقوها على اليوتيوب معموله من البروفات. تقريبا كده ست سعاد كانت عايزه تقول ان الاغنيه ديت حاجه بينها وبين عم صلاح كانها بتغنيها. بيقال ان هي اغنيه دينيه وبيقال ان هي اغنيه فيها فضفضه فنيه. الوفاء جميل والصداقه جميله والاخوه موجوده، اللي عنده صديق وافي زي كده يحافظ عليه ويتمسك بيه. سنة 84 في بعض البدو من سينا شافوا كهف مهجور، لقوا جواه 10 هياكل عظمية لابسين زي عسكري مصري ومعاهم الأسلحة بتاعتهم، ومدفون كمان جنبهم راس صاروخ إسرائيلي، ولقوا كراسة صغيرة مكتوب فيها قصة حياة.
تبدأ حكايتنا في ابريل 69. 10 رجال من الصاعقة المصرية اتحرجوا بقارب من سفاجة متجهين لجبل سانت كاترين. وصل الرجالة في نص الليل لحد سينا، وكانوا واخدين معاهم كلب مدرب علشان يعرفهم على الألغام. وفضلوا رجالتنا يمشوا في صحراء سينا 3 ساعات لحد ما قدروا يوصلوا لقاعدة الصواريخ الإسرائيلية. وسانت كاترين في الوقت دوت كانت مليانة باليهود والمعدات والأسلحة وكل ما يلزم الحرب عند إسرائيل. وبدأ رجالتنا في زرع العبوات الناسفة حوالين القاعدة. وفي نفس الوقت كان الملازم أول ميشيل المصري دخل قاعدة الصواريخ علشان يفك راس صاروخ ويرجع بيه للقيادة المصرية. ولما الملازم ميشيل نجح في مهمته وجاب راس صاروخ وهو راجع بيها، بدأ الانفجارات في القاعدة. طبعا الدنيا كلها اتقلبت، فكان الأبطال المصريين انسحبوا بسرعة ودخلوا جوه كهف عشان يستخبوا منه. لكن حصل حاجة غريبة، إن اليهود عملوا رد فعل عنيف وعايزين يعرفوا مين الرجالة المصريين اللي عملوا العملية دي. ضربوا جامد جدا الجبل وبقى مشتعل كله، ولكن برضه هم اتلخموا في قتلاهم من اللي حصل. عدوا تقريبا 800 قتيل. مفيش ساعات وراحوا عملوا غارة تانية عشان يمسحوا الجبل بالكامل ويدوروا على الأبطال المصريين. قعدوا على الحال دوت أسبوعين كاملين يمشطوا المنطقة بالكامل عشان يعرفوا مين اللي عمل العملية دي. في الوقت دوت كان جنودنا المصريين مستخبيين جوه الكهف السري، ولا معاهم مية ولا معاهم أكل، ورافضين الاستسلام التام. أول يومين كان مات منهم 2 كانوا انصابوا وقت الانسحاب. رابع وخامس يوم مات كمان 2. على نهاية الأسبوعين كان مات 10 أبطال في اتجاه القبلة. شعور كان في منتهى القسوة ووجع القلب. 10 أبطال بيعيشوا أسوأ لحظات حياتهم وهم بيموتوا بالبطيء. فضلوا على العهد ومحدش فيهم خان العهد. 10 شباب قرروا إن هم يقفلوا على نفسهم باب الكهف، وكأنهم بيقفلوا باب تربتهم بإيديهم. وهم سامعين صوت الجنود اليهود وهم بيدوروا عليهم بره، وهم فكروا لو خرجوا هيموتوا، ولو قعدوا برضه هيموتوا. فقرروا إن هم يقعدوا ويموتوا بشرف، لحد ما ماتوا واحد ورا التاني. وكان كل ما واحد يموت أخوه اللي عايش بيمسك النوتة ويسجل أخوه مات إمتى بالظبط، لحد ما تم استشهاد 10 كاملين وهم حاضنين السلاح بتاعهم ومعاهم راس الصاروخ الإسرائيلي. لحد ما عدى 15 سنة وجي واحد من أهالينا من بدو سينا اكتشف الكهف ده وشاف 10 جثث اللي لابسين الزي العسكري ومعاهم السلاح وراس الصاروخ. قام فورا بلغ القيادات المصرية اللي أول ما جت خدت الشهداء ودفنتهم في مقابر السويس. لحد هنا والقصة بتاعتنا انتهت. استنوني في حلقة جديدة مع قصة جديدة، يا رب تكون عجباكم. السلام عليكم. الحكاية بتبدأ يا جماعة برسالة جات له من المخابرات المصرية بأنه هيقوم بعملية شبه انتحارية، وهم يقفوا قدام قوات العدو لمدة 6 ساعات علشان يدوا فرصة لجنودنا المصريين إن هم يعدوا خط بارليف. لأن يا جماعة متوقع إن مجرد ما أول جندي مصري هيضرب أول طلقة هنلاقي كل قوات العدو بدأت تنتشر، فكان لازم نعطلهم علشان نكمل عملية النصر. لكن التعطيل ده يا جماعة ما كانش سهل، ده كان يعتبر زي حصن بشري، يعني اللي واقف رايح ميت ما عندوش أي اختيار تاني. عشان كده نص الرسالة كان قوي وصريح. تعالوا نسمعوا مع بعض. هذه العملية هي عملية الرحلة الوحيدة، ذهاب بلا عودة. جميعنا مقدر لنا الموت، ولكن مهمتكم أن تحافظوا على حياتكم لمدة 6 ساعات في مقاومة العدو ومنعه من عبور طريق الرمان. وكان معاه 200 بطل من أبطالنا الصاعقة المصرية علشان يسدوا الطريق على العدو بكل الوسائل مهما كان. بطلنا بعد ما شرح لرجالته العملية قال لهم احنا رايحين ومش راجعين. هنا الكلمة دي يا جماعة فجرت جواهم طاقة رهيبة وخلته عندهم قوة أكتر وقت. وفي التوقيت اللي جنودنا بدأوا يتجهوا فيه لخط بارليف، كان البطل بتاعنا هو ورجالته راحوا اتحركوا بالطيارات الهليكوبتر عشان يروحوا لطريق الرمانة ويسدوا الطريق على العدو. لكن للأسف طيران العدو كانت أسرع مننا بكتير واتحركت بسرعة وكانت هتضرب طياراتنا، وده خلى بطلنا ياخد قرار سريع انه ينزل رجالتنا علشان ما يحصلش اي خسائر كبيره. واللي حسبه كان صحيح. بمجرد ما رجالتنا نزلوا من طيارات الهليكوبتر العدو بسرعه ضرب معظم الطيارات وحصلت خسائر شديده جدا. والحمد لله ان بطلنا خد القرار ده وانقذ الرجال. نرجع بقى للابطال بتوعنا اللي كان لازم يكملوا الطريق، بس المره دي لازم يكملوا على رجليهم والا العمليه هتكون فشلت لان امرهم اتكشف. لكن وهم في طريقهم اتفاجئوا ان في سور كبير من الاسلاك الشائكه، والمعروف ان الاسوار ديت بتتعمل لان هي بتحمي حقول الغام. دي عباره عن كنابل مزروعه تحت وش الارض. فهنا ما قدامهمش غير حاجه واحده بس، ان هم يخشوا حقل الالغام
علشان يكملوا عملية الرمانة. ودي بقى كانت مشكلة كبيرة، ان هم ماشيين في حقل الألغام، لو جندي واحد داس على لغم كل الكتيبة هتستشهد في الوقت ده. لكن كان في بطل اسمه الملازم محمد الحناوي، قال لهم انا همشي بيني وبينكم مسافة وانتم امشوا على خطوات رجلي. حط رجليه وبدأ يتحرك، وكل خطوة كان بيخطيها كان بعدها بينطق الشهادة، لأنه كان متوقع إن دي آخر خطوة في حياته. فضلوا على هذا الوضع لحد ما ربنا كرمهم وخرجوا من حقل الألغام وكلهم بسلام الحمد لله، وكملوا طريقهم لعملية الرمانة. ولما وصلوا الطريق بدأ القائد ينفذ الخطة اللي هو كان راسمها، وقسمهم ل3 مجموعات، مجموعة على اليمين ومجموعة على اليسار ومجموعة في المنتصف، واستخبوا في الرمال ومستنين عربيات العدو وهي تعدي علشان يعطلوها. وبمجرد ما دخلت قوات العدو الطريق بدأ قائد العملية يدي الأوامر لرجالتنا إن هم يضربوا أول مركبة وآخر مركبة علشان العدو يتحاصر وما يعرفش النار جايله منين. وفعلا ده اللي تم، والضرب اشتغل بكل قوة، ورجالتنا ما يتوصوش في ضرب العدو. اتحول الطريق لكتل نارية وكأنها حرب خاصة. ومن ضمن مركبات العدو اللي كان فيه أتوبيس مليان بالضباط العساكر الإسرائيليين. مجرد ما الأتوبيس وقف وقرروا إن هم ينزلوا يهربوا منهم، رجالتنا شافوهم وراحوا صفوا كل العساكر الإسرائيلية وما ادوش فرصة لأي حد من يهرب. في اللحظة دي بقى قائد العملية العسكرية الإسرائيلية حس إن هو خلاص نهايته قربت، فما كانش قدامه غير إن هو يتصل بالقيادة الإسرائيلية ويقول لهم الحقونا بالدعم، إحنا بنموت ومش قادرين نوصل للقناة عشان نوقف جنود المصريين من عبور خط بارليف. وفي خلال دقايق العدو بعت دعم للعساكر الإسرائيليين عبارة عن سرية كاملة، يعني جيش تاني. لكن أبطالنا ما همهمش واستمروا في القتال والحرب لدرجة إن هم أجبروهم على الانسحاب فورا من المعركة. ومفيش دقايق وأبطالنا اتفاجئوا إن في هجمة ثالثة من العدو، بس المرة دي بقى بعدد كبير جدا. لكن أبطالنا للأسف في الوقت دوت كانت الذخيرة بتاعتهم بدأت تخلص، لدرجة إن كان في دبابة داخلة على مجموعة من أبطالنا، وللأسف أبطالنا ما كانش معاهم ذخيرة، والدبابة كانت داخلة تموتهم 100%. لكن كان في واحد من الجنود اسمه علي نجم كان معاه قنبلة، خد القنبلة وراح رمى نفسه على الدبابة وفجر الدبابة وهو استشهد، وأنقذ زمايله من الموت عشان يكملوا باقي بطولاتهم. في اللحظة دي بقى أدرك قائد العملية إنه هيحصل خسائر كبيرة جدا في جنودنا، فما كانش قدامه غير إن هو يصدر الأوامر بالاختباء والانسحاب بهدوء، خصوصا بعد ما هم قدروا يعطلوا العدو عدد ساعات المطلوبة، وده معناه إن مهمتهم نجحت 100%. نرجع بقى هنا إن هم عايزين يرجعوا، وللأسف ما كانوش عاملين حسابهم إن هم أصلا هيرجعوا أحياء، عشان كده ما كانش فيه خطة رجوع. لكن القدر كان له رأي تاني خالص، وقدروا أبطالنا إن هم يرجعوا لمكانهم بسلام بعد ما قعدوا 5 أيام في رحلة شاقة ماشيين على رجليهم من غير لا أكل ولا شرب. والحمد لله إن هم وصلوا بخير علشان يحكوا عن أعظم وأهم عملية من عمليات حرب أكتوبر. كده احنا خلصنا حلقتنا، ولو المحتوى ده عجبكم اكتبوا لي وانزل لكم قصص أبطال تانية. السلام عليكم. وترجع قصة البطل محمد مهران لفترة الاحتلال على مصر. في الوقت ده يا جماعة كانت المخابرات المصرية كانت بتدرب كل الشباب، مش الشباب بس، ده كل الشعب، حتى الستات وحتى البنات كانوا بيدربوهم على مقاومة الإنجليز. ونرجع لبطلنا بقى اللي هو تولى قيادة السرية الثانية للكتيبة الأولى، وكان وقتها عمره لسه 18 سنة. وتم تكليف البطل هو وزمايله إن هم يدافعوا عن منطقة الجميل ومطار بورسعيد. وفي يوم 5 نوفمبر 1956 قامت غارة شرسة جدا على بورسعيد، وطيارات العدو نزلت دفعة من المظلات البريطانية اللي كان معاهم أسلحة أقوى وأشرس مننا بكتير جدا. لكن شباب مصر أبطال ورجالة وما خافوش من المنظر ده ولا هربوا، بالعكس وقفوا وقاوموا بكل قوتهم، وقامت المعركة قوية جدا بينهم رغم عدم تكافؤ الأسلحة. ومن سوء حظ البطل محمد مهران إنه اتصاب وأغمى عليه، وفي اللحظة دي تم أسره. وأول ما البطل محمد مهران بدأ يفوق وفتح عينه لقى نفسه جوه محاكمة سورية، حواليه عساكر إنجليز وبريطانيين. أول ما شافوه قالوا له عندك اختيارين، يا إما هتجاوب على كل الأسئلة اللي احنا هنسألها لك حالا، أو هتتعاقب عقاب شديد جدا لا تتخيله. فقال لهم محمد مهران طب إيه هي الأسئلة اللي انتوا عايزين إجابات عليها؟ هنا قالوا له احنا عايزين نعرف كل حاجة عن الجيش المصري، إيه الأسلحة اللي بتستخدموها وكم عدد السرية، وكل المعلومات دي عايزين نعرفها منك. فرد البطل على اللي بيسأله وقال له أنا معرفش أي معلومة عن كل الكلام اللي انت بتسأله ده. في الوقت دوت القائد بتاعهم زعق في محمد مهران وقال له انت هتدفع الثمن غالي جدا.
نور عينيه. وبعد كده تم نقل محمد مهران للمستشفى البريطانية بقبرص. محمد مهران لما راح هناك وهو بيحكي قال انه قابل 4 من الدكاترة كل مهمتهم ان هم يعذبوا فيه، لدرجة ان كان معمول له برامج للتعذيب، وكان كل برنامج وبرنامج بيخش دكتور ويقول له اتكلم وقول اللي هم عايزينه وارحم نفسك من التعذيب. وقال له انا هنا مجرد ان انا وسيط بينك وبين القادة البريطانية، ومجرد ما تتكلم انا هكون رحيم معاك، وبدل ما انزع عينيك الاتنين هنزع عين واحدة بس واسيب لك العين التانية تعيش بيها باقي عمرك. وقال له ان كل اللي مطلوب منك انك هتطلع في التلفزيون وهتقول ان كل الشعب المصري بيرحب جدا وفرحان بالقوات البريطانية، وان انتوا بتكرهوا الرئيس جمال عبد الناصر. وهنا محمد مهران رفض بشدة الكلام ده، ورجع له ال4 أفراد يكملوا فيه باقي برامج التعذيب القاسية جدا، لدرجة ان الكل قال خلاص الشاب دوت مات. هنا في آخر نفس لمحمد مهران رفع ايده وصرخ وقال انا هتكلم. واول ما محمد مهران قال الكلمة ديت ان هو هيتكلم راحت الدنيا كلها اتقلبت، وفجأة الدكاترة خدوه حطوه في أوضة نظيفة على سرير نظيف ومسحوا من على وشه كل آثار الدم والتعذيب وحطوا له أكل، وبدأت الكاميرات كلها تجهز والناس كلها تستعد. ودارت الكاميرا وبدأ مهران كلامه بالتحية العسكرية وقال يحيى جمال عبد الناصر وتعيش مصر حرة كريمة، سنهزمكم وسننتصر عليكم قريبا. ومجرد ما مهران قال الكلمتين دولت الدنيا كلها اتدربكت، بتوع الكاميرا دخلوا في بتوع الإضاءة، خبطوا في بتوع الصوت، يعني كانت حالة من الهرج شديدة جدا. القائد بتاعهم صرخ بكل صوت وقال رجعوا الولد ده تاني لغرفة التعذيب، لازم يكون عبرة لكل الشباب المصري. وتم تجبيل محمد مهران بسلاسل من حديد وكانوا بيسحلوه في الأرض من شدة الضرب والعذابات. جسمه كان بيتنفض وكان بيصرخ ويقول أرجوكم سيبولي عين واحدة، أنا بحب مصر وما أقدرش على خير. ولما العدو ما لقاش فايدة منه راح رجعه تاني لبورسعيد. بمجرد ما السيد كمال رفعت وده كان أحد ضباط الأحرار عرف بوصول البطل مع أحد الجنود البريطانيين في كازينو بالاس، في الوقت دوت كان ده مقر القيادة البريطانية في بورسعيد، وتم وضع خطة لخطف البطل محمد مهران من وسطهم، وفعلا نجحت الخطة ونقلوه للمستشفى العسكري في كوبري القبة. واول ما عبد الناصر عرف ان خطة اختطاف البطل نجحت وان هو دلوقتي في المستشفى العسكري بالقبة وراح يزوروه، واول ما شافه قال له انا عايزك بقى تحكي لي بالتفاصيل ايه اللي حصل معاك بالظبط. وبدأ البطل يحكي للرئيس كل اللي حصل معاه بالظبط. وجاء عند الموقف بتاع القائد البريطاني لما قال له احنا هنخليك عبرة لكل المصريين، هنا جمال عبد الناصر قال له غباء شديد ان هم يقولوا لك كده، لان انت يا محمد بقيت بطل مصري قوي وكمان مثال ونموذج لكل العرب. وبكده خلصت حكاية النهاردة، استنوني في حلقة جديدة بحكاية جديدة ببطولة جديدة. سلام عليكم. من أصعب الأيام اللي عاشها أهالينا في صعيد مصر خصوصا أولاد سوهاج، في يوم 29 يونيو سنة 69 الساعة 11:15 بالظبط نزلت مروحيتين بتحمل أفراد من العدو اللي كانوا مكلفين في الوقت ده بتنفيذ عملية في أبناء سوهاج، واتعاملوا مع أبراج الضغط العالي بعد ما قتلوا الحارسين اللي مكلفين بحراسة المنطقة. وللأسف أقرب نقطة شرطة لمكان العملية ديت كان على بعد 20 كيلومتر، وده لأن العدو كان بيختار أماكن عملياته بعناية بحيث انه ما يتعرضش لاي اشتباك للشرطه او للمقاومه الشعبيه المصريه. وفي وقت قصير نجحوا افراد العدو ان هم يثبتوا 4 عبوات ناصفه على قواعد كل برج. ورغم ان العدو نجح في تدمير 6 ابراج الا انه ما قدرش يقطع الكهرباء عن سوهاج تماما، لان كان في خطوط تانية هو ما كانش عامل حسابه عليها. والعمليه دي تعتبر هي اول عمليه للجيش الاسرائيلي على ارض صعيد مصر بشكل علني. وهنا بقى بيبدا التخريب والدم الاسرائيلي على أرض الصعيد. وتم الرد فورا من بطل ضابط صعقة مصرية صعيدي وهو البطل اللواء علي عثمان بلتك ابن سوهاج، بنجاحه في دخول إسرائيل وتدمير كل أبراج الضغط العالي المولدة للكهرباء. وعاشت إسرائيل 20 يوم كاملين في ظلام دامس، واتقال وقتها إن الصعيدي المصري قدر ياخد بطار، ودي ما كانتش أول عملية يتاخد بيها بالطار. تابعنا عشان تشوف تفاصيل الهجوم دوت اللي حصل على صعيد مصر وتشوف ترد عليها ازاي. هحكي لكم عن فتره كده حصلت في القاهره الله اعلم الناس بتقراها ان هي كوميديه ولا تراجيديه. هكلمكم عن واحد اسمه عم ابو الخير. ابو الخير دوت ظهر كده في وقت من الاوقات لابس جلابيه صوف غامقه وكان عنده رجل اطول من رجل، فكان بيمشي يعرج، كان مطول دقنه وشعره كان طويل قوي، ما كانش مهتم بمظهره زي المتسولين كده. زيد على كده بقى انه كان معاه عصايه خشب دايق فيها زي شخاليل، كان يمشي يشخلل بيها يعمل صوت جامد جدا. زيد على كده ان الراجل دوت ما كانش بيمشي لوحده، كان يمشي ومعاه 30 أو 40 كلب عمالين يهوهوا. طب الراجل دوت كان عنده رساله كده
هو مع نفسه بيعملها. كان بيمشي بعد الساعة 12 بالليل في شوارع القاهرة ويقعد يقول كلام كده: توبوا، ارجعوا لله، ابعدوا عن اللي بتفكروا فيه، لأنه كان عنده إيمان إن الناس في التوقيت دوت يا إما بيعملوا شر أو قاعدين يفكروا يعملوا شر. فهو الراجل كان بيتبرع ويوعظهم ويردهم عن الشر ده. شوية شوية وأبو الخير دوت انتشر وسمعته بقت مشهورة جدا في القاهرة، وكمان بقت الناس تطلب منه إن هو يصلي لهم ويدعي لهم، وبيصادف إن كلامه بيتحقق، وبقى من الناس المشهورة جدا المحبوبة اللي ليهم كلمة عند القضاة والأمراء. كان عنده حاجة غريبة قوي، إن أي حد له طلب، يعني مثلا واحد ما بيخلفش، واحدة ست مش محبوبة، ولية بنتها ما بتتجوزش، فكان بيروح لأبو الخير دوت يدعي لهم الدعوتين، وبتصادف معاه إن الدنيا بتمشي مع الناس ديت. لكن كانت طلباته غريبة قوي. كان يقول لك: هات رطل لحمة اشويه وقدمه الكلب من الكلاب. كلب هياكل رطل اللحمة ويعمل دماغ ويجي معاك يقضي لك الطلب بتاعك. المهم أبو الخير مرة كده هو داخل المسجد، فدخل معاه كام كلب من بتوعه، فواحد من القضاة قال له: إيه يا عم ده؟ مش حرام تدخل الكلاب معاك المسجد وانت عارف ان الكلاب دي نكسة؟ فابو الخير زعل جدا ان الكلاب بتوعه اتشتموا، ووقف كده للقاضي وقال له: إلهي يا رب تتجرس على طور. مفيش يومين 3 والقاضي دوت اتمسك في قضية، وفعلا الحاكم امر ان هو يركب على الطور بالشقلوب والناس تزفه ويتجرس، وفعلا كلام ابو الخير اتحقق. في الوقت دوت كل القضاة بيخافوا من ابو الخير تماما. مرة كام يوم كده وكان أبو الخير الكليباتي قاعد مع القضاة، والقضاة قالوا له: إيه موضوع الكلاب دي؟ ما تشوف لك يا عم حاجة عدلة تمشي بيها. قال لهم: والله الكلاب دي أشرف منكم، عمرنا ما شفنا كلب بيخدع حد، ولا كلب بياخد حاجة مش من حقه، ولا بيشهد زور. طبعا شتمهم كلهم. هنا القضاة خافوا يردوا عليه لحسن يدعي عليهم زي صاحبهم اللي احنا حكينا عنه. مات أبو الخير، لكن سيرته فضلت لسه عايشة، واتعمل له زاوية ومسجد موجود لحد النهاردة في شارع المعز. المهم أبو الخير لما مات الناس برضو كانت بتجيله، ولقوا نفس الكلاب واقفين عند المزار بتاعه وعمالين يهوهوا، وما زال كل واحد عنده مشكلة أو عنده طلب كان بيجيب رطل اللحمة ويشويه ويحطه قدام كلب من الكلاب، كلب ياكله ويروح مع الراجل يقضيله حاجته. طبعا الكلام ده استمر حتى بعد موت أبو الخير الكليباتي. القاهرة فيها قصص كتيرة جدا، وفي منها اللي التاريخ صدق عليه وفي اللي التاريخ شكك فيه، لكن احنا هنا بنعرض التاريخ قال ايه عن القاهرة وعن أبطالها. لو بتعجبكم الحكايات بتاعتي استنوني وهتشوفوا حكايات كويسة جدا هتعجبكم. السلام عليكم. مات بنفس الطريقة اللي قتل بيها مراته وعاشقها مع بعض. هنتكلم النهاردة عن السلطان فرج ابن برقوق وزوجته سابقا السلطانة خند. السلطانة خند ديت كانت زي ما قلت لكم متجوزة السلطان فرج ابن برقوق. حصل بينهم خلاف زي اي 2 متجوزين بيحصل بينهم خلاف، بس الناس ديت خناقاتهم كانت خناقة مماليك بقى، فضلوا يزعقوا في وش بعض وصوتهم جاب لاخر القصر، لحد ما خلاص قالت له: طلقني. قال لها: طب مع السلامة انت طالق. لمت هدومها في شنطتها بذهبها بمواعينها بكل حاجة وخرجت. وعم السلطان فرج قاعد بقى حاطط رجل على رجل باشا كده، وقال: ايه هي هترجع واكيد هتقول لي تعالى ردني. استنى يوم، ست ما تجيش، 2 3 ما بتبعتش حد، حتى شهر شهرين، الموضوع طول قوي. فضل السلطان فرج يتطقص كده ويبعت جواسيسه ويشوف هي السلطانة خند مختفية ليه، وازاي قدرت لحد دلوقتي تبعد عنه كل دوت وما ترجعش تقول له تعالى نتصافى. المهم وقع في معلومة خطيرة جدا، ان هي اتعرفت على شاب مصري اسمه احمد الطبلاوي. احمد ده يا جماعة كان من عيلة الطبلاوية، ودي عيلة كبيرة قوي في مصر خصوصا في القاهرة، هو نفسه كان والي القاهرة في الوقت دوت. المهم السلطانة خند اتعرفت على الامير احمد وحبوا بعض. المهم مين بقى اللي عرف بالعلاقة ديت؟ الله ينور عليكم، السلطان فرج ابن برقوق. الراجل اول ما عرف ان طليقته كده في علاقة مع عم احمد الطبلاوي دماغه ضربت واتجنن، وقال: بس انا عايز انتقم، ازاي راجل غيري يجي لها جراء ان هي تحبه؟ وبعت لها مرسال قال لها: انا عايزك في امر نهام. طبعا السلطانة خند اول ما جالها المرسال راحت على طول. السلطانة دخلت القصر، اتقفلت كل الابواب، وفجأة لقت السلطان فرج قام كده هايل زي الطور وعمال يتخانق معاها وصوته جايب لاخر القصر، وقال لها: ازاي تحبي واحد غيري؟ اللي تتجوز السلطان فرج استحالة يكون ليها راجل تاني، سواء كانت مطلقة او حتى ارملة. وطبعا هي ما سكتتش وردت عليه تقريبا كده، قالت له كلام يوجعه، خلاه يطلع السيف وهو في حالة غضب ويقطع في جسمها وهي تجري قدامه.
لحد ما وقعت قدامه ميتة. يسكت على كده؟ لا. يهدى وكفاية شر؟ برضه لا. عمل تاني، راح بعت مرسال للأمير أحمد الطبلاوي. طبعا الأمير أحمد لما يجيله مرسال من السلطان هيروح ومش هيدي أي خوانة ولا يجي في دماغه أي حاجة. وبعد ما راح أول ما دخل برضه أبواب القصر اتقفلت. قال له السلطان أنت عايزني في إيه بالظبط؟ قال له أنا عندي ليك مكافأة وهدية حلوة قوي، اسمح لي أوريها لك. وراح جاب له جثة السلطانة خلد. عم أحمد أول ما شاف المنظر اتصدم وبقى عنده حالة من الثبات كده، مش عارف يعمل ايه. لكن السلطان كان عنده رحمة شوية ومرضاش يعذبه، طلع السيف بتاعه وراح قطع راس الأمير أحمد الطبلاوي. التاريخ بيحكي لنا إن القدر خلى السلطان يموت بنفس الطريقة، إن هو يجري قدام أعدائه وهم يرشقوا فيه السهام لحد ما مات. كده انتهت قصة النهاردة. لو بتعجبك القصص بتاعتي تابعني وهتشوف قصص أجمل من كده. السلام عليكم. الصيف داخل وكلنا ما نقدرش نستغنى عن المية الساقعة علشان ترطب على قلوبنا وصدرنا. النهارده اجيب لكم بقى اعلان تلاجة ما حصلتش لقطة، اوعى حد يفوتها. يلا تشوف الاعلان. فرصة لن تتكرر. تلاجة إيديال 6 قدم، تدفع 9 جنيه مقدم وتقسطها على 24 شهر. كل شهر هتدفع 2 جنيه و90 قرش، أو لو أنت معاك كاش هتدفع 70 جنيه نقدا. في جميع الحالتين هتستلمها وتروح. فرصة من إيديال. كنا طيبين قوي زمان وكانت كل حاجة طيبة. عموما لو حابين تشوفوا مصر زمان كانت عاملة ازاي تابعوني على الاكاونت ده، هكون ممنون جدا لو بقينا اصدقاء. اقعدوا بالعافية. ما تشيلش هم وجع الاسنان ولا علاجه، ولا تعمل جمعيات ولا تعمل سلفة علشان تعالج سنانك. النهاردة انا جايب لك دكتور اسعاره في متناول الجميع، يمكن حتى ما تلاقوش في جيبكم فلوس علشان تدوها له. اتفرج على الاعلان ده. الدكتور رالف حكيم، جراح وحكيم اسنان، متخرج من الجامعة الفرنسية، أسعاره في متناول الجميع. دواء مسكن يعني بنج 2 قرش، خلع ترس بدون ألم 5 قروش، تنظيف كامل 15 قرش، حشو ضرس أو سن 20 قرش، طربوش ذهب عيار 22 مضمون 50 قرش، طقم كامل 280 قرش. حمد لله على السلامة. زمان كنا طيبين وكانت أسعارنا حنينة. اللي حابب يشوف مصر زمان كان شكلها عامل ازاي يتابعني في الاكاونت ده، هكون ممنون قوي لو بينا اصدقاء. اقعدوا بالعافيه. ب 32 جنيه بس انت ممكن تطلع بيهم روما، هتزود كمان جوز جنيهات تطلع بيهم على باريس. سعيد عليكم. تعرف انك ممكن تسافر بره مصر في اي دولة في العالم باسعار رمزية جدا؟ تعالوا نشوف الاعلان ده اللي بتعلنه شركة الخطوط الجوية الفرنسية بتقدم أسعار جديدة ومخفضة للطلبة. من القاهرة الأثينا ب 13 جنيه و150 مليم، روما 32 جنيه و400 مليم، باريس 34 جنيه و250 مليم، جنيف، فرانكفورت، لندن ومدن أخرى في أوروبا بأسعار ممتازة. لو أنت من القاهرة اتصل على رقم 71848، ولو أنت اسكندراني اتصل على رقم 33259. كنا طيبين قوي والدنيا كانت لسه بخير. 30 جنيه بس يا مؤمن تطلع بره مصر خالص وتروح أي دولة أوروبية. انت مش غريب. احكي لك على موقف حصل معايا النهارده. انا كنت راكب التوك توك اللي بيوصلني لاول محطه المترو. الراجل طلب 40 جنيه، اديته 50 جنيه عشان يديني باقي، طلع لي 6 جنيه فضه وقال لي يا باشا هو ده اخري، سامح في حقك. طبعا انا سامحت زي ما انا وانتوا وكتير بنسامح في حقوقنا. عموما لو حبيت تشوف مصر ايام زمان تابعني على صفحتي، هكون ممنون قوي بتشريفكم ليا. اقعدوا بالعافيه. من وفاء الأخ بأخته إنه يعمل حاجة باسمها، حاجة الناس كلها تفتكرها، لكن الأخ ده عمل حاجة غريبة، عمل صابون باسم أخته. تعالوا نشوف. صابون نعم عماد يحافظ على جدة ملابسك ويمنعها من التلف ويطيل من عمرها. إنتاج نايف عماد بطنطا، 14 شارع بين السورين، 41920. يباع في جميع المحلات البقالة المشهورة. كنا طيبين أوي زمان، كنا بنحب بعض وعايزين نساعد بعض بأي حاجة. عموما اللي حابب يشوف مصر زمان كان شكلها عامل ازاي يتابعني، هكون ممنون قوي بصداقتكم. اقعدوا بالعافية. عاوز تعزم صديقك ولا صديقتك على أكلة حلوة وتكون جديدة؟ تعالى بقى واديك حتة مطعم إنما أسعاره غريبة وأكلاته كمان غريبة. يلا بينا. مكرونة بالسبانخ تجمع بين فوائد المكرونة وفوائد السبانخ، طعمها لذيذ وفائدتها الصحية محققة. الصفوة إخوان، المصنع في اسكندرية وتطلب من جميع المحافظات. جربها وعلى ضمانتنا. الحمد لله على السلامة.
اللي عايز يشوف اكلات زمان ومصر زمان كان شكلها عامل ازاي في اعلاناتها ومنتجاتها يتابعني على الاكونت ده. هكون ممنون قوي بصداقتكم. اقعدوا بالعافيه. فرصه قبل ما اسعار الذهب تعلى. تعالوا شوفوا السعر دلوقتي وصل لكام. اللي معاه فلوس يحاول يشتري على قد ما يقدر، لان الله اعلم بكره السعر هيوصل كام. تعالوا نشوف اسعار النهارده. أسعار الذهب بالجرام بمحلات أحمد محمود السرجاني وشركائه. عيار 24 وصل ل 109 قروش. عيار 21 الحمد لله لسه 97 قرش وما وصلش ل 100 قرش. عيار 18 84 قرش. الحمد لله على السلامه. اسعار زمان الجميله اللي كانت تفرح النفس. على العموم اللي عايز يشوف مصر زمان كانت عامله ازاي يتابعني على الاكونت ده. هكون ممنون قوي بصداقتكم. اقعدوا بالعافيه. الأدب العربي بيحكي عن قصة ملك حب يعمل قرار غريب جدا، وهو إن لم مجموعة كلاب وحطهم جوه أوضة، وقال أي حد هيعمل أي غلط هيكون عقابه إن هو هيترمي جوه الأوضة دي. لكن للأسف أول واحد وقع في تحت الحكم كان الوزير بتاع الملك. الوزير خد قرار وكانت نتائج القرار ديت غلط، فالملك قال له يبقى أنت هتتعاقب وهتترمي في أوضة الكلاب. طبعا الوزير صعبت عليه نفسه وقال له أنا بقالي 15 سنة بخدمك، ازاي تكون نهايتي مهينة كده؟ فالملك قال له ده قانون، وبما انك مسؤول يبقى انت لازم تنفذ القانون عشان اقدر انفذه على الشعب. فالوزير زعل وقال له طب ممكن قدام ال15 سنة اللي انا بخدمك فيهم دولت بكل اخلاص ممكن تديني 10 ايام بس وتنفذ فيا الحكم؟ الملك استغرب وقال له خلاص ماشي خد لك 10 ايام. راح الوزير على اوضه الكلاب وكلم حارس الكلاب، قال له ممكن تسيبني 10 ايام مع الكلاب؟ قال له براحتك. الوزير بقى كل يوم يروح للكلاب يلعب معاهم ويجيب لهم أكل ويحميهم ويطبطب عليهم ويسهر معاهم وياخدهم في حضنه، يعني عمل علاقة حلوة جدا مع الكلاب. 10 أيام الوزير كان بيخدم الكلاب. خلصت ال10 أيام ورجع الوزير للملك قال له بسلم لك نفسي، اتصرف شوف هتعمل ايه. الملك قال له القانون قانون بيقول انك غلطت يبقى تخش اوضه الكلاب. والملك خد الوزير بتاعنا وراح دخله اوضه الكلاب ووقف يتفرج هو والناس يشوفوا الكلاب هتعمل ايه. وفعلا اول ما الوزير دخل، انا مش هكمل الحكايه لان اكيد انتوا عرفتوا ايه اللي هيحصل. هل الكلاب هتصون خدمه ال10 ايام اللي الوزير خدمهم، ولا هتعمل زي الملك اللي ما خدمش ولا صان ال15 سنه بتوع الوزير؟ عايزك تكتب لي رايك وتكتب لي الاجابه في كومنت وتتابعني لانك هتشوف حكايات وعبر جميله جدا على الصفحه دي. السلام عليكم. هحكي لكم قصه من الادب العربي بتبين لك ازاي الاب العربي كان بيربي ابنه على المسؤوليه وانه يبقى راجل. كان في اب منفصل عن مراته وكان عندهم ابن واحد، فالولد دوت كان عايش مع ابوه. فالمهم ابوه حس ان الولد ده متدلع وبيروح عند امه تدلعه وبيجي هنا يدلعه عشان يكسبوا رضاه، فقال لك لا انا كده مش هينفع معايا. تعالى يا ابني انت دلوقتي كبرت وسنك عدى ال15 سنه، لازم تنزل تشتغل، ما ينفعش تقعد لي في البيت كده. الولد قال له يا ابويا انا ما بعرفش اشتغل وماليش. قال له انزل اتعلم اي حاجه. قال له طب وديني عند حد من اصحابك شغلني. قال له مالكش علاقه بيا، انزل وما تجيش البيت الا وانت في ايدك فلوس وتقول لي يا بابا الفلوس ديت من عرق وشقايه. فالواد نزل ومش عارف يعمل ايه، ففكر يروح لامه. الله يا اما ابويا عايز يعمل كذا كذا كذا. قالت له بص يا ابني هو ابوك دوت دماغه كده وعايش في دور الحكمه، وانا عشان كده سبته بصراحه لان اتخنقت منه. هتاخد الدينار ده وهتروح بالليل تقول له انا اشتغلت وجبت الدينار. قال لها ماشي فكره حلوه برضه. الواد خد الدينار من امه وروح بالليل لابوه. فابوه قال له ها يا ابني عملت ايه؟ قال له انا اشتغلت النهارده وبص كسبت دينار. فالاب بص على الدينار وبص على الواد كده وراح مسك الدينار ورماه من الشباك. الواد ما اهتمش ولا زعل ولا اي حاجه خالص. وتاني يوم الاب صحاه قال له يلا يا ابني انزل تشوف شغلك بقى عشان شغلك ما يضيعش. فالواد نزل برضه عمل نفس الحركه، راح لامه قال لها بص يا اما ابويا برضه نفس الحركه، خد الدينار وارجع اقعد عندي النهارده اليوم كله، وارجع بالليل قول له الدينار هو الثمن تعبي وشغل النهارده. واتكررت نفس الموضوع، وكل ما الواد يرجع بالليل يقول لابوه خد الدينار، فالاب ياخد الدينار ويبص على الواد كده ويرمي الدينار من الشباك. والواد لا يتكلم ولا يغضب ولا اي حاجه خالص. لحد ما في يوم الواد راح لامه ملاش امه موجوده. طب يعمل ايه؟ فاضطر هنا بقى اشتغل عند اي حد، المهم يجيب دينار. ما لقاش الشغله جايبه له دينار، اللي تجيب له نص دينار ربع دينار، المهم اشتغل كذا شغل، قعد اليوم كله مفحوط شغل عشان يقدر يجمع دينار ويرجع بيه لابوه علشان ابوه ما يعاقبوش. ورجع اخر اليوم قال لابوه خد يا ابويا الدينار اهو بتاع شغل اليوم. فالاب مسك الدينار وبص على الواد وضحك كده وراح رماه من الشباك.
هنا الواد اتجنن واتعفرد وقعد يتخانق ويزعق، يقول له حرام عليك، ده تعبي، ده شقايه، انا طول النهار متمرمط، انا مش عارف ايه. فالاب عرف قال له علشان انت ده الدينار الوحيد اللي انت زعلت عليه، لان ده هو الدينار اللي انت جبته بمجهودك. لكن لو اي حاجه بتيجي من غير تعب او واخدها من اي حد بدون اي مجهود، لو راحت ولا هتحس بيها. وده كان درس مهم جدا للولد، درس لينا كلنا، ان الحاجه اللي بنتعب فيها بنقدر نحافظ عليها، الحاجه اللي بتجيلنا سهل بنفرط فيها بكل سهوله. لو بتحب القصص الواقعيه والادب تابعني وهتشوف قصص احلى من كده. السلام عليكم.